تسريبات فيديو خطيرة جدا ظهرت، وطبعا التسريبات دي وزارة الخارجية القطرية اعلنت يوم السبت ان التسريبات دي حقيقية. طبعا هي رفضتها وقالت ده مالناش دعوة بيها ومش عارف ايه. هتسمعوا التسريبات بين حمد بن خليفة العطية المستشار الخاص لامير قطر والمواطن البحريني حسن علي محمد جمعة من جمعية الوفاق. طبعا التسريبات دي فيها ازاي قناه الجزيره تاخد الاحداث في البحرين، وازاي الجزيره قطر كانت رافضه دخول درع الجزيره لداخل البحرين ورفضته وما رضتش تخش فيه غير ب2 ضباط. وبيتكلم العطيه ان هو ازاي كان بياخد المعلومات من الوفاق وبينشرها على قناه الجزيره. تعالوا نسمع مع بعض المكالمات التليفونيه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يسلمك يا شيخ. اهلا. بس دقيقة اوصل الموبايل للشيخ. مرحبا. تفضل. شيخ حسن. وياك شيخنا. الو. يا الله. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. اهلا وسهلا ومرحبا ابو خليفه. اسف على انا ضربتك على الخط هذاك ما حد يشيله. تسلم ابو خليفه. تفضل امر. ما يامر عليك عدو. انا بس استفسرت عن هذا درع الجزيره، ما في قوات قطريه اول شيء، بعدين في 2 ضباط مراقبين، هذا حسب قانون درع الجزيره. قانون درع الجزيره يلزمنا بالمشاركه في دول المجلس، انت عارف. طيب. احنا هالمره تحفظنا وما شاركنا كقوه. طيب بس في ضباط 2 من قطر. ضباط 2 مراقبين، هذا في اشياء تلزمنا غصب. طويل العمر ابو خليفه، الان الناس بتتعامل، يعني انا ارجو ان تاخذون هذا الموضوع في الحسبان. الناس بتتعامل مع القوات كقوات احتلال. يا شيخ انا مع كلامك، واحنا يعني انا هالكلام يعني يجب اني ما اقول لك احنا الموضوع فيه، احنا كقطر متحفظين عليه بسبب علاقه الاخوه والمواطنه، احنا الشيء دي متحفظين عليه ورفضنا المشاركه. انت عارف كقانون درع جزيره يلزم كل الدول في المشاركه، احنا ضغطنا على انفسنا ما شاركنا كقوه، حاولنا ان ما المساله ما تتطور الى قوات والى طيران يوصل هناك والى طويل العمر. انا مو مطلع على القانون بالتفصيل، بس القانون اليوم البرلمان الكويتي عنده مشكله، بيستجوب الحكومه على هذا الموضوع. انا معاك يا شيخ، انا معاك، وهذا صار واقع الحين. انت ايش تبيني انقل حق رئيس الوزراء قبل لا يطلع، ولا بعد شوي تبي تكلمني؟ تعطينا ابو خليفه بس نص ساعه لساعه الا ربع، لان تعرف يعني هذا الموضوع مو بهالسهوله. يمكن انه المعارضه قاعده في اجتماعات والبيت الداخلي قاعد في اجتماعات، فيعني تعرف الموضوع يحتاج الى بلوره. اذا تبلور شيء انا اتصل عليكم ابو خليفه. انا انتظر منك تليفون هاي لحظه. تسلم طويل. واذا الامر بعد ما يجي بكره الليله رئيس الوزراء ومع سعود الفيصل ويقعدون عند الملك وتبلور بعض الامور، اذا الوضع تطلب انا يمكن بكره اجي واجي اشوفك ولا اشوف الشيخ عيسى، بعد ما اشوف ايش يوصلون حق الموضوع مع الملك والحكومه هناك. نتشرف يا ابو خليفه. حتى انتم اذا قالوا لكم انت تبوني انا اجي، تبون يعني رئيس الوزراء يوصلكم هناك، شو اللي تشوفونه انتم؟ احنا والله نشوف وجهكم الكريم، لنا الشرف. نشوف معالي الشيخ حمد ايضا، احنا بالخدمه، احنا نرحب يعني بلدنا، احنا ضيوف من اهل البلد. ما في شك يعني، تاكد احنا ما عندنا نزع ذيله ولا ذيله، تاكد 100% اقول لك اياها بكل امانه. تسلم يا ابو خليفه، تسلم طويل العمر. وسلم لي على الشيخ عيسى وعلى الجماعه كلهم، والله ان شاء الله يطمنهم في بلادهم، والله يفك الازمه ان شاء الله وتعدي على خير. يا الله سلم غاليكم، سلم غاليكم ابو خليفه. الله يطول عمرك. تسلم، الله يسلمك، مع السلامه. السلام عليكم يا شيخ. السلام ابو خليفه، شلونك؟ الله يطول عمرك. طيب اكيد متابع التطورات. اي والله. فحضرتك انا اتكلم وياك ابو خليفه، طلبت مني ان انقل اي شيء بالنسبه الى قوات الامن
واعلان حاله الطوارئ. احنا نتوقع سيل من الدماء. احنا ما عندنا مانع نطلع حتى في الجزيره الحين. هاي رسالتنا ان ما يجري اليوم هو بامضاء خليجي توصل. بس انا ابغي القرى اللي الحين عقب ما كلمتك انا اللي صارت فيها مشاكل وشي، لان احنا ما عندنا مانع. كل قرى خلاص ما عاد في حمايه للشيعة البحرين. ما عاد في حمايه للشيعة البحرين، وهذا صوتنا وصلناه الى مرجعياتنا في النجف وفي قم وفي لبنان. نعم. لان خلاص ما في اي غطاء اليوم، لا سياسي ولا غيره اللي قاعد يصير. بس انا شيخ نعم. انا بس ابي منك شوي لحظه لو سمحت. الحين الظهر الحين منتشرينها البلطجيه ولا الجيش نزل ولا الشرطه؟ لو توضح لي شوي. البلطجيه القوات اللي عندهم سلاح بلباس مدني يجوبون القرى. اثنين، الجيش طبعا نازل بعد اعلان القوات، وانا قدامي قاعد اشوف. انا اكلمك من المبنى المقرنه وقدامي قاعد اشوف. وقوات الامن ايضا تمارس كمحور ثالث تمارس نفس الدور. شيخ حسن، من الشخص اللي انا اقدر اخلي حد يتصل فيه وياخذ منه المعلومات هذه؟ كان لا حتى للجزيره ما عندنا مانع. انت يكون باسم ثاني؟ لان انت ما في. انا اعطني بس دقيقتين ثلاثه ارتب الموضوع ابو خليفه. ارد عليه خبر ويتصلون منه. الان اعطني دقيقتين ثلاثه وارد عليك خبر. اوكي ماشي. تسلم ابو خليفه. مرحبا. الو. سلام ابو خليفه. يا هلا مرحبا. رقم الشخص اللي ممكن يتكلم على الجزيره اذا بالامكان، او يعني تبون ممكن نائب الشيخ النائب خليل المرزوق اللي هو كان النائب الاول لرئيس مجلس النواب، ويمكن اي شخص ثاني يعني. بس اللي انت تشوفه يعني اخذوا رقم هذا النائب خليل المرزوق، لان هو ما بيقدر. كان عنده شرع في السفاره الامريكيه. ما عليه. كم هو رقم؟ 396. شوف على كل حال احنا بيكون لنا موقف مغاير، ما عندنا مشكله، بس احنا نبغي تعاون، معلومات صحيحه اكيده، ما طلعنا بكره قدام الناس يعني تخبرنا تهورنا في شيء. ما في مشكله ابو خليل. ويا ريت في اشياء مصوره بالتاريخ، يعني تاريخ اليوم. احنا مستعدين. نعم. انا برتب وياك بعد شوي ان شاء الله. نعم. خير ان شاء الله. اوكي الله يسلمك. الو. سلام ابو خليفه. يا مرحبا الله يطول عمرك. ناخذ رقم، تاخذون طويل العمر رقم الشخص بالنسبه الى المعلومات. تاخذون هذا الرقم هذا الشخص بحيث يقدرون يتواصلون ويا القناه، تقدر تتواصل وياه، يزودها اول باول المعلومات الدقيقه، وحتى بالاشرطه اذا كل الاشرطه كل الوثائق موجوده. 3 9 هذا الرقم بدون فتح الخط. فتح الخط 973 عندي انا. ايه رقم الفتح الخط. اسم الشخص هذا؟ اسمه سيف طاهر. الحين نتصل بسيف ولا بالاخ خليل؟ اتصل بطاهر الموسوي الان. هذا اللي هو سيف طاهر ها؟ لا سيد طاهر. اتصل بطاهر الموسوي، هو هذا اعلامي ومعلومات دقيقه عنده اول باول، فيقدر يزودها. انا بعطيك خبر ترتيبنا ان شاء الله. تسلم طول عمرك. الله يطول عمرك. شكرا.